صبور إلى أبعد الحدود، وعنده إمكانيات في الحفاظ على أسراره الخاصة، ورغم إنه سهل يفتح علاقات مع الجميع لكن محدش يعرف عنه حاجة، وفي نفس الوقت هو مجامل لدرجة تغيظ، ولا يخجل من إنه ماشي جنب الحيطة. صنع الشهرة بجهده الخاص، وقرر أنها تصبح هي بنته اللي يحافظ عليها من غدر الزمن وعيون الحاسدين. هو معانا النهارده عشان يقول أنا محمد هنيدي. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. عمور. ازيك يا محمد؟ ازيك يا حبيبي؟ اخبارك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كويس؟ الحمد لله. نفسك في ايه؟ كمننا طبعا. يا حبيبي. هنبدا بقى بالمستوى الاول. المستوى الاول انت عارف زي ما قلت لك الاحتياجات الاساسيه بقى، الاكل والشرب بقى والنوم بقى والحاجات دي. حلو جدا. بتاكل كويس؟ باكل كويس، مش معنى انه كميات جامده، لا ما اعرفش يعني. اقعد ساعه اقول لك انا نفسي هاكل كذا واوضب اكله، بس حجم الاكل قليل قوي. بس صاحب مزاج في الاكل يعني. تاكل ايه يعني؟ باكل الاكل الاساسي اللي هو الشرقي جدا، هو اللي يشدني ويجذبني، او الاكل بتاعنا العادي جدا، ملوخيه لكن لسه اكل زي زمان يا محمد ولا لا؟ لا بالعكس. يعني مثلا كانت متعتي زمان في الفطار ايام المعهد وبتاع مش عارف ايه، سندوتشات الطعميه السخنه الجميله ديت، عارف؟ واكل واحد واثنين وعادي جدا. دلوقتي صعب جدا. خلاص عمر بقى، المعده شافت كتير، فعارف ما ينفعش تستحمل. بس فين وفين اكل واخد دواء واللي يحصل يحصل، لكن حجم الاكل مش اكل قوي. طب ايه الاكله اللي لما تاكلها تحس كده انها بتفكرك بايام زمان؟ بص اقول لك على حاجه، يعني انت لو ما انت مزعلني وانا زعلان منك جدا يعني، فاهمني، عايز تصالحني اعزمني على ممبار. حاجه بس ممبار بس ساده ولا معاه كوارع بقى؟ لا هو ده ساده يعني. طب الاكله كلها احبها، لكن الصنف ده بالتحديد ممكن اكله ايام طويله. الخضار السبانخ ممكن على طول الشتاء اكل سبانخ، فاهمني؟ بحبها قوي. بتنام كويس؟ كم ساعه في اليوم؟ لا ساعات بعدي 8. ما عنديش شغل، لكن عندي شغل بصور بعمل مش عارف ايه، النوم قليل جدا جدا يعني. يعني افضل قلقان لحد ما ادخل اصور، ما فيش نوم 3-4 ساعات بالكتير. لكن دخلت اصور والبرنامج اتظبط انام كويس جدا. ساعات تنام بمنوم؟ كتير. في قلبة انت عارف شغل السينما ساعات اسبوع ليل واسبوع نهار. عشان تقلب اروح لازم اخد منوم اظبط اليوم، او لو حاجه شغلاني جدا وعارف عايز اخلص بقى، يعني مش عايز افكر في الموضوع دوت، اروح مديها وخلاص. امتى النوم يهرب من عينك؟ النوم يهرب من عيني ما ابقى مشغول جدا جدا، هو مبسوط يعني، مبسوط قوي بستخسر انام، يعني اقعد اعمل اي حاجه ظريفه بتاع. مشغول او في قلق بتاع، صعب جدا، صعب. ممكن ساعه واروح قايم، بيبوظ النوم. بتحلم كتير؟ الحمد لله الحمد لله. وساعات ما احلمش، اقعد كتير ما احلمش، فاهمني؟ بس بحلم. ايه الحلم اللي قلقت منه؟ الحلم اللي قلقت منه ابويا الله يرحمه كان في المستشفى، وقبل ما ينتقل بحوالي 4-5 ايام، فجالي في النوم وحضني حضن جميل قوي يعني، عارف؟ حضن وداع يعني. فانا صحيت قلت الله اكبر. بعد يومين كان الموضوع انتهى، بس فقعد قلقني يومين يعني، عارف؟ بس هو كان واضح جدا، بس قمت قلقان قوي. في حلم تاني غير كده؟ في احلام كتير، عارف؟ الملخبط تبقى اللي انت مش فاهمه او مش حاسه تقلق واسال، وما بحبش اسال، فاهمني؟ بس بقى وفي حاجات بتريحك واضحه او بتقلقك واضحه يعني، عارف؟ بس ده كان اكتر حلم قمت مخضوض مش مبسوط واتحقق يعني. انهي احلى، ايام الفقر ولا ايام الغنى؟ اللهم صل على سيدنا. بص يا سيدي، ايام الفقر بمعنى الفقر بفضل الله ما كتبوش عليا. يعني ما عشتوش عارف؟ لكن طبعا شفت فقره وعشت في وسط فقره وبحس كده، لكن ان انا اجربه لا. ما كنت اللي هو الاسره المتوسطه الطبيعيه يعني، اللي تنبسط يوم وتتزنق يوم العادي يعني، فاهمني؟ لكن ما عشتش المنطقه ديت. ممكن نسميها ايام البدايات او ايام الصعلقه. بالظبط، ايام الصعلقه، ايام اللي هو ممكن يبقى معاك 10 جنيه تقعد شهر ما معاكش حاجات كده. ما اقدرش اقول لك ان الايام دي احلى طبعا، لا مش احلى. انا عارف الناس تقول لك والله دي كانت ايام حلوه، لا ما كانتش ايام حلوه. الحلو فيها
ذكرياتها لطيفه، فاهمني؟ اللي هو شر البليت ما يضحك يعني، وكوميديا سودا يعني، فاهم؟ هم بس في ناس تقول لك والله يعني الاصاله وبتاع، لا مش ايام ظريفه انك تبقى متاثر وظريف حاجات كده. لكن بيني وبينك هي احلى ما فيها الايام ديت، ان انت لما الله ينعم عليك بتحس بنعمته عليك، ان انت كنت ايه وبقيت ايه. تدي نفسك كام من 20 في تحقيق الاحتياجات الاساسيه في حياتك؟ اللهم لك الحمد. كم من 20؟ والله يا عمور هقول لك على حاجه، يعني انا ما بحسبهاش ان انا حققت، لا يعني ربنا سبحانه وتعالى حققني اكتر من 20%، لا اكتر من 60 و80 يعني، الحمد لله والشكر لله. مش عايز اقول 100 عشان ما مثلا يقول لك ده ما عندوش طموح، لا بس انا مبسوط جدا بفضل الله، وكل اللي حصل معايا اتحقق حاجات احلى ما كنت انا عاوز يعني. ندي كام؟ 18 فين؟ من 20؟ لا 20 الحمد لله. نروح المستوى الثاني، تحقيق الامان في حياتك. ايه الحاجه اللي بتحسسك بالامان؟ الحاجه اللي بتحسسني بالامان حاجات كتيره جدا جدا، يعني اقول لك يعني حاجه ممكن تستغرب لها، يعني ان انا اقفل باب بيتي واولادي في البيت وكله مبسوط وكله نايم والبيت عامل كده، مجرد ما يتقفل باب البيت بحس بالامان، ان الله يعني جعل البيوت دي يعني سكن، يعني بحس بالامان. اما ابقى مستور ماديا، خدت بالك؟ بحس بالامان من نجاح شغل، من امان في بلدي، امان في كذا في كذا. ولكن الحاجات ديت كلها دي حاجات كتيره بتحصل في الدنيا، بتروح وتيجي و مش عارف ايه وحاجات كده. لما الواحد بيكبر شويه ما فيش امان بعد الله عز وجل، مستحيل، ما فيش والله العظيم، ما فيش. اصل امان من ايه؟ يعني انت راكب العربيه وامن، ما انت ممكن تترقع اتوبيس، عارف؟ لا، بتقعد تفكر هتلاقيه هو سبحانه وتعالى هو الامان. هل الفلوس ممكن تكون بالنسبه لك مصدر امان؟ جزء من الامان. جزء من الامان. الفلوس جزء من الامان. تحوش يا محمد؟ ساعات ممكن تحوش؟ طبعا. مش مبذر، خدت بالك؟ لكن بتديك. زمان كنت مبذر ولا كنت برضو يعني؟ زمان ما كانش، لا فكره التبذير ما كانش ينفع حتى زمان، ولكن انا من بحب اصرف يعني، فاهمني؟ فيجي لي كذا اروح صارف واقول ان شاء الله مش عارف ايه، لكن اما يبقى المبلغ ما ينفعش تصرفه فبتلاقي نفسك متورط. طب انا اعمل ايه؟ خدت بالك؟ فبنحاول بقدر الامكان زي ما قال ربنا تصرفه ازاي بنصرفه، بس جزء من الامان مش الامان الكامل. هل الاولاد مصدر امان بالنسبه لك؟ طبعا. امان في ان انت بتعلمهم حاجه هتكبر معاهم، فكره معينه، حاجه معينه، بتربيهم على سلوك معين، تحس بالامان. امان لما بتحس قد ايه انت حنين معاهم، لما بتحس ان هم كمان حنينين عليك، ده امان، لانه هيجي وقت غصب عنهم لازم يبقوا حنينين، فاهمني؟ فطبعا رمز امان، الله يديمه. هل الايمان امان؟ كل الامان مطلق، ما تعرفش تحسبه. كل الامان من الله سبحانه وتعالى، فاذا امنت بالله سبحانه وتعالى خلاص انت عايز ايه تاني؟ اصلك لا والله يعني. بس ده كان موجود فيك زمان يا محمد ولا ده مكتسب جديد؟ لا لا يعني مع العمر ومع المراحل المفترض انه يزيد، ونتمنى انه يزيد مع اي حد مش معايا. لما بيزيد الايمان بيزيد الامان طبعا، لانك لو امنت هترضى، فانت امن من قصه الماده والفلوس وكذا وكذا وكذا. لو امنت هترضى لو جالك مرض، عارف؟ خلاص، فهيحقق لك الامان الكامل. تدي نفسك كام من 20 في تحقيق الامان في حياه محمد هنيدي؟ ادي اللي انا يعني الحمد لله اللي انا محققه او بحاول احققه في 17%. 17%. لكن الامان اللي بره حدودي اللي انا ما اقدرش اسيطر عليه، لا ده 3%. 3%. طبعا من اللي حاصل على مستوى الدنيا دلوقتي والكون والحاجات. امان ايه؟ انا ممكن اقوم الاقي صاروخ في البلكون الصبح، تلاقي زلزال، اي حاجه. فاهمني؟ مفاجآت بقت كتيره قوي قوي قوي. لكن اقدر اقول لك على المستوى دايرتي في حياتي ربنا الحمد لله محقق لي جزء كبير من الامان. بعد الفاصل محمد هنيدي هيقول لنا حقق الحب في حياته بنسبه كام في المية وكام من 20. فاصل ونعود.